مرحبا مرحبا مرحبا. كالعادة اسمي نوسة الطائي، بس هالمرة ما راح أقول عايشة بأمريكا. راح أقول عايشة بأربيل، ببلدي بموطني. فرحانة حيل إنه أني بين أهلي وناسي بعد فترة ومدة كلش طويلة. إحساس رائع، إحساس دفو. تحس مسنود ظهر عندك من تكون بين أهلك وناسك. إذا توقع تشوف ألف واحد يقول لك اسم الله. مو هذا حديثي، ومتعودين أنتو دايما أنه أني أسوي فيديوهات أكثر شيء من يتم استفزازي. تمام. فقبل ما أبدأ موضوعي أو موضوع الاستفزاز اللي صار عندي، أريد أبارك الأسود الرافدين. مبروك 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 على الفوز 2-0 بلعبكم مع السعودية. بس يعني أريد أبارك لكم أو أشكركم على أنه أنتم فرحتوا ورفعتوا راس العراقيين أجمع أمام العالم. مو لأنه جبتوا 2-0، لأنه أنتم ما شاء الله عليكم أبطال ورفعت راس مثل ما يقولون، ولعبكم ما شاء الله عليه. بس على اللعب بالطقس والأمطار الغزيرة اللي كانت فوق راسكم ما توقف، على أنه شوفتوا العالم كله أنه بالرغم من هذا الطقس نقدر نجيب أهداف. وبالنسبة للهجوم مالتكم، كان دفاعكم على الجول مالكم كلش قوي، والهجوم مالكم كان أقوى. يعني مقارنة بلعبكم مع عمان، لا، كان عبارة عن باصات، وكان عبارة عن الدفاع كان أقوى من الهجوم. بس هالمرة بيضتوها لأنه الطقس كان أبدا ما مساعدكم، وكان كلش واضح. أكثر من 6 أهداف راحت بسبب الطوبة توقف بمكانها من يم الجول مال السعوديين. ويعني تتمسك من قبل الجولتشي بسبب انه الطوبة توقف. يعني ما كنتوا تقدرون تسوون باصات غير انه انتم مثلا تطيروها او تسوون باصات عالية، يعني حتى تمشي الكرة عن بعد. هاي اولا. موضوع الاستفزاز اللي اني تم استفزازي بيه، انه احنا اولاد البلد نحكي عن سلبيات، يعني ما نقدر هم نعتبرها سلبيات، ألا وهي قبل كل شيء العالم أجمع حكى عن افتتاحية خليجي 25. ضخامة، فخامة، فخر. يعني تكرعنا فخر، يعني الفخر طلع من خشمنا، يعني تباهينا، يعني جمال التكنيك والعبقرية بالكمبيوتر، المنظر وقت الحجر نزل وطلع على شكل خريطة العراق. الجمال من تشوفون فنان كبير مثل جواد الشكرتشي موجود، فنانين اللي سواء كان رحمة رياض ولا حسام الرسام ولا محمود التركي، أصروا أنه يدخلون على الملعب بالرغم من أنه قالوا خلص يعني انلغى الاحتفال أو الحفل، وهم أصروا لأنه الجمهور عارف أنه هم جايين، فما يريدون يخيبون أمل الجمهور، وهذا الشيء يعني يحسب لهم. زين، من كل هذه الفخامة وكل هذا الجمال اللي شفناه واللي بيض وجهنا قدام دول الخليج والعالم أجمع، واللبنانيين جو يحكي يقول شنو هالفخامة هذه، اللي هو دائما يطلع ويسوي فيديوهات انتقاد، وانه يحكي بهذا الانبهار عن افتتاحية خليجي 25، ونجي احنا نحكي عن التنظيم وانه ماكو كراسي. انزين،
ليش ما انطيتوا العذر؟ يعني أهل البصرة تقريبا يمكن ما حد كان قاعد بالبيت، الكل كان بالمدرجات. إذا تريدون تلقون مكانات ليش ما رحتوا من وقت باعتقادكم أنتم؟ لأنه أخذتوا تكتات وفي آي بي، وأنه أنتم أول ما تروحون، وحتى لو رحتوا قبل المباراة ب5 دقائق كراسيكم جاهزة تنتظركم. حياتي أهل البصرة آلاف مؤلفة، من عدا أهل المحافظات اللي إجوا، وين راح يخلوهم؟ وين راح يخلوهم؟ إجباري لازم تكون أخطاء، بس لازم ننطي عذر. ترى مو قصة سوء تنظيم، بس ما شاء الله صار زخم، لأنه يعني من غير دول آلاف مؤلفة من العالم جاية، من المواطنين العاديين من جميع المحافظات فرحانين دي يتباهون ملعب ببلدهم، سافروا من أماكن بعيدة على مود يجون ويفوتون. زين، ما نقدر ننطي يعني عذر لهم، لكن الجمال اللي بينوه والكشخة والهيبة والفخامة بالتكنولوجيا والملعب والجمال اللي شفناه، زين، المفروض ننطيهم 1000 عذر وعذر. المفروض أصلا من غير ما أنتم تطلعون هاي السلبيات، المفروض تقولون والله معذورين، والله يعني شلون أصلا ما حد يقدر يسيطر، وين يحطوكم؟ مدرجات ما شاء الله تعبت برا، على حسب ما شفت من مرتضى أركان يقول 5 أضعاف اللي موجود بالملعب موجود برا. زين، قد يجوز انه خلي نقول اقتراح، لو يحطون شاشات كبيرة للي ما يقدر يطب جوا بالملعب، شاشات كبيرة ويتابعها من برا لايف. زين، بس انه ننطي سلبية لك العالم كلها تحكي على الكرم مال البصرة واهل البصرة. الكل يقول لا يقبلون ياخذون منا حق اكل بمطعم، لا يقبلون التكاسي ياخذون حق الكراوي مالتهم، وهذا باب رزق. ما استغلوا انه هذا موسم مباريات، ما استغلوا انه هذا ممكن يكون باب رزق لهم، بالعكس رادوا يشوفون الكرم مالتهم. رفعة راس أهل البصرة يعني بيضوها. زين، ونجي إحنا نحكي على سلبيات. والله شنو عدنان درجال، أنا ما راح أطلع من البصرة إذا ما أخذ $1000 مال 3 تيكتات. really جديات؟ بدل ما تفخر أنت إنه حبيبي كان ظليت ببيتك وتفرجت، يعني انت المفروض انت رايح وعارف منو راح يكون، او العدد او الكم الهائل من الناس اللي راح يروحون يحضرون المباريات لايف. زين، يعني ما اعرف صراحة شقول، اني ما اقول غير عاشت ايديكم يا اهل البصرة، رفعتوا راسنا وخليتونا نفخر انه انتو جزء من العراق. زين، انتو محافظة، يعني خليتوا العالم كلها، الخليج كله. واحد مطلع فيديو انه واحد دا يحاول يوقفه بالشارع، يقول له امشي، تريد ما تريد خلي اعزمك على الغداء، دا يتوسل بيه، يقول له مشكور ممنون بس نريد نوصل. زين، هذا الشيء ما الواحد يتباهى بيه، ما يفرح بيه. دا اروح اركض على مود اطلع سلبيات، او شفت لي كم بطل بالقاع العالم شربت مي وعطشانه وزتت البطل. اوكي، يعني ممكن هم لو يريدون يشوفون وين سلات الزباله، لان اكيد موجود سلات الزباله معبايه، يروحون يذبوها. يعني التحضر مو من التنظيم، من الناس نفسها. يقدرون يظلون لازمين بطل الماي الى ان يشوفون سطل الزباله ويكبوه. احنا اللي نكون لازم متحضرين، مو إلا نعتمد على الناس يسوون لنا شغلنا. أنا شربت الماي ولزمت بطل الماي مالتي صار فارغ، أنا على أي أساس أني أذب البطل بالقاع؟ وأنا عارفة أنه عالم جاية من برا ودا الطب من هذا الممر. يعني أنا دا أنطي صورة مشوهة
البلدي أو عدم النظافة، هذا يرجع عليكم وعلى أسلوبكم وعلى تصرفاتكم. يعني مع الأسف أنه الكل يمدح بينا وأنتوا تذمون بينا. زين. وأكو شغلة ثانية هم استفزتني، أكو يعني حساب ما أدري مال بنية مال ولد صراحة، يعني سعوديين قاعدين يحجون على العراقيين بطريقة مو حلوة، ودا يقولون إحنا حي الله الأخضر، وعلى عيني وراسنا أنتوا حي الله الأخضر، وبصراحة ما ننكر أنه أنتوا يعني مثلا لواعيب قواي. زين. بس أسود الرافدين يا أعزائي، يعني شفتوا الوضعية، السبع مو بالأرض الخصبة أو الأرض الزينة يلعب. احنا عندنا مثل بالعراق يقول الما يعرف يرقص يقول القاع عوجة. الما يعرف يرقص يقول القاع عوجة. جماعتنا جابوا جولين، وشفتوا الطقس، وشفتوا بين الشوطين شلون طببوا سيارة خاصة بس على مود يجرون المي شو اسمه من الملعب، والعالم ماسكه النشافات وقاعدة تطلع المي من الملعب، وكانوا يزحلقون وكانوا يغرقون. ومع ذلك أغلب الهجوم فوق 13 هجمة جاية على السعودية. يعني الحوك أوكي زين يلعب بكل الظروف، مو بس انتوا زحلقتوا. أسود الرافدين هم زحلقوا أكثر من مرة، ويقومون ما يقولون آي وآي وما أعرف إيش ويتوجعون وهاي. نو كانوا فخر، لعبهم كان مضاعف إذا مو تربل. زين. مو دبل، لا كان تربل. لعبوا من قلب ورب. شوفون شلون انه بأصعب الظروف، المفروض أساسا المباراة كانت تتأجل بسبب الطقس، بس مع ذلك ما اهتموا، لعبوا بأصعب الظروف وجابوا هدفين وعاشت إيدهم وفخر. كافي طولت، بس رجاء اللي عنده كلمة يحاول ينتقد بيها العراق والعراقيين منا احنا بينا، خلي يحط لسانه جوا حلقة ويسكت أحسن، لأنه العراق شوفت العالم كله إنه إذا احنا نريد نسوي شيء نسويه بأفخم وأفخم حدث على مر التاريخ. أوكي. تشاو.